اعتقلت الشرطة الفرنسية لاعب المنتخب الوطني الجزائري يوسف بلايلي بمطار شارل دوغول صبيحة الأربعاء 2 جويليا مباشرة بعد نزوله من طائرة الخطوط الجوية الفرنسية القادمة من مدينة نيويورك الأمريكية. أقدم رجال من الشرطة الفرنسية على اعتقال بلايلي واقتياده إلى أحد المراكز، وحسب موقع ديزات فوت فإن بلايلي كان عائدا من الولايات المتحدة الأمريكية عبر باريس ورفض وضع حزام الأمان في الطائرة، وتطور الأمر إلى شجار، وقد يحال ابن وهران على العدالة في باريس في أقرب وقت. مع العلم فقد أظهر مقطع فيديو مسجل في مطار شارل دوغول لحظة اعتقال بلايلي، وفي تصريح لوالد يوسف بلايلي لقناة الهداف قال والد يوسف إن ابنه تعرض لمعاملة سيئة في المطار، لم يرتكب جريمة، وكل ما في الأمر أنه تدخل لعدم قدرة ابنه ذو السنتين لوضع حزام الأمان في الطائرة. ما تعرض له يوسف غير مقبول تماما، وعيب أن يعامل لاعب دولي بتلك الطريقة بسبب حزام أمان.